السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيداتي وسادتي متابعينا متابعاتنا على قناة المنتخب تيفي. سعيد بأن ألتقيكم مجددا من خلال هذه الإطلالة التلفزيونية المواكبة لمستجدات الساحة الرياضية الوطنية. وقد كنا في تواصل عبر حلقات متواصلة خلال نهائية كأس العالم. بالأمس كان لي لقاء معكم خصصنا بالكامل الحديث على المشاركه ديال المنتخب المحلي في البطوله افريقيا للاعبين المحليين المقامه حاليا بالجاره الشرقيه. وقد كانت العديد من نقاط الاستفهام تحوم حول مشاركه المنتخب المغربي التي كانت مقرونه للتاكيد بوصول رخصه تسمح لطائرة الخطوط الملكية المغربية اللي غتقل المنتخب الوطني المحلي إلى مدينة قسطنطينة الجزائرية، على اعتبار أن الخطوط الملكية المغربية هي الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. الجامعة أصرت على أن الفريق الوطني لا يتنقل بطائرة غير الناقل الرسمي، طائرة تابعة للناقل الرسمي للجامعة الملكية المغربية للخدم والمنتخبات الوطنية. انتظرنا بطبيعة الحال، وقلت لكم على أنه اللاعبون اللي كان مدعوين لمعسكر المنتخب المحلي واللي أقاموا معسكرات متواصلة طوال الأيام الماضية وأجروا أيضا مجموعة من المباريات الودية أمام أندية ومنتخبات إفريقية، وكانوا في كامل الجاهزية للمشاركة في هذه الدورة اللي كان المغرب سيكون خلالها مدافعا عن لقب أحرزه خلال النسختين الأخيرتين. كيف ذكرت النسخة الأولى اللي كانت منظمة في المغرب وكان آنذاك المدرب هو الحسين عموتة، عفوا جمال السلامي، والنسخة الثانية اللي كانت أجريت في الكاميرون وكان توج بلقبها أيضا المنتخب المغربي مع المدرب الإطار الوطني الحسين عموتة. كان هؤلاء اللاعبون الشباب يعني عندهم طموح كبير وعندهم أحلام كبيرة أنهم يمشيوا للجارة الشرقية ويدافعوا على حظوظهم في الإبقاء على اللقب مغربيا. وكان كيف كنعرفوا المنتخب المغربي توضع من طرف الكونفدرالية الافريقيه لكره القدم خلال سحب القرعه ديال هذه النسخه، توضع في مجموعه ثالثه الى جوار منتخبات غانا مدغشقر والسودان. المباراه الاولى كانت مبرمجه يوم الاحد القادم امام منتخب السودان. بعد ذلك كنا سنواجه في مباراه ثانيه يوم الخميس منتخب مدغشقر، وبعد ذلك تكون المباراه الثالثه امام منتخب غانا. ولكن ما تحقق شيء من هذا لأن السلطات الجزائرية أمعنت في عدم الترخيص لطائرة الخطوط الملكية المغربية بالإقلاع من مطار سلا وأن تحط في مطار قسنطينة، اعتبارا إلى أن السلطات الجزائرية في الجارة الشرقية كانت خدات، وتعرفون ذلك عن ظهر قلب، أنه خذت قرارا أحاديا بقطع العلاقات مع المغرب يوم 24 غشت 2021، وبعد ذلك أردفت هذا القرار بقرار آخر يقضي بإغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية اعتبارا من شهر شتنبر من سنة 2021. وعليه يعني كانت الأندية الوطنية وكانت المنتخبات الوطنية السينية اللي كتشارك في المباريات الإقصائية أو التمهيدية أو على مستوى المنافسات القارية كتضطر إلى أنها تمشي لتونس، وبعد ذلك من تونس كترجع الجزائر في رحلة متعبة مرهقة. كتأكد إلى أي حد على أنه واحد ملي كياخذ قرار مثل هذا من أنه يغلق مجاله الجوي في القرن 21، فهذا دليل على التسطيح ودليل أيضا على عدم تقدير
عمق هذيك العلاقات اللي كنا دائما نتكلم عنها، ودائما ما كنا نريد على أنها تحتل الصدارة في مثل هذه الأمور، وأن فوق من هذا وذاك أن الرياضة وكرة القدم على وجه الخصوص تبقى بعيدة عن التجاذبات السياسية. المسلسل تابعته جميعا، منطلقه الأساسي كان هو أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قررت من خلال مكتبها المديري على أنه سفر الفريق الوطني إلى الجارة الشرقية للمشاركة في النسخة الحالية لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين للدفاع عن لقبه، مشروط بضرورة أن يتنقل الفريق الوطني إلى قسطنطينة على متن طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية بوصفها الناقل الرسمي للمنتخبات الوطنية. بطبيعة الحال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وجهت هذا الطلب إلى الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم على اعتبار أنها الحاضن والمنظم والمسؤول المباشر على إقامة هذه البطولة، واستندت الجامعة بشكل مبسط على بند واضح على مستوى اللوائح المنظمة للبطولة الإفريقية على اختلافها، واللي كتقول على أنه أي بلد منظم لبطولة قارية فيها أو لمباراة دولية أنه يسمح لطائرة اللي كتقل هذاك المنتخب بأنه يوصل الى المباراه الى مطار الملعب اللي غتجرى فيه المباراه، او على الاقل على الاكثر ان يتواجد هذا المطار على بعد 200 كيلومتر من ملعب المباراه، لانه اذا ما تعدت المسافه الرابطه ما بين المطار والملعب اللي غتقام فيه المباراه اكثر من 200 كيلومتر، فانا ذاك الكاف كتاخذ قرار بنقل المباراه الى ملعب يكون اقرب الى المطار، لانه اي فريق لا يمكن ان يتحمل كل هذه المشاق. يعني كان هذا هو البند واضح، والبند ما فيش تفاصيل كثيره، ما فيش انه يكون هناك قرار سيادي من طرف بلد معين. اذا كانت الجاره الشرقيه خدت هذا القرار وهو سيادي بالنسبه لها، تبنته وامنت به ودافعت عنه، هذا من حقها، الله يعاونها، ما قلناش لا. ولكن عندما يتعلق الامر بالمشاركه في بطوله قاريه توجد وتنظم تحت مظله الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، فهناك لوائح وهناك دفتر تحملات تلزم به الدوله المنظمه. علاش اليوم لا الكونفدراليه الافريقيه ولا الاتحاد الدولي لكره القدم كيطلب بالاساس عند تنظيم البطولات سواء كانت قاريه او دوليه، كيطلب الالتزام ديال الحكومه والالتزام ديال البلد المنظم، حكومه البلد المنظم؟ لماذا الالتزام؟ ماشي فقط لانه الامور كتتعلق باللوجيستيك وبالتنظيم وبالضمانات الماليه وما الى ذلك، لا، ولكن باش تكون هناك قرارات سياديه استثنائيه احيانا. يعني لو كانوا السلطات الجزائريه، لو كانت اللجنه المنظمه لبطوله افريقيا اللاعبين المحليين كنقول كانت يعنيها مشاركه المنتخب المغربي في هذه البطوله بوصفه حامل اللقب ومدافع عن لقبه، اذا كان يعني هذا الامر في تعريفاته الرياضيه كانت غتعمل الاستثناء. المغرب ما بغاش يخرق واحد القرار اتخذته السلطات ديال الجاره الشرقيه ابدا. امر حتى ان كنا نطالب به ولكن لا يعنينا مباشره، لانه هذوك الناس احرار فيما يتخذون من قرارات، فهمتيني؟ ولا المغرب ما كيشعر باي حرج قدام هادشي اللي كيعملوا، بالعكس هما احرار فيما يفعلون. ولكن عندما يتعلق الامر ببطوله افريقيه كيشارك فيها منتخب مغربي الى جانب منتخبات افريقيه وتكون المسؤول عنه هي الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم، فمن الواجب على انه تكون هناك استثناءات. ما غنتكلمش على اصول الضيافه اللي هي واحده من الطبائع ديال الدول العربيه، ما غنتكلمش
على حفاوة الاستقبال، ما غنتكلمش على الاستثناءات اللي كتخلق حيال واحد الوضعيات معينة للتعبير على أن الأحضان مفتوحة والأذرع مفتوحة. يعني كيف غنفتحوا أحضاننا وأذرعنا للأشقاء الأفارقة، حتى لا أقول الأشقاء المغاربيين والأشقاء العرب، وحنا كان نسدوا المجال الجوي ولا نسمح بطائرة تقل منتخبا عربيا إفريقيا مغاربيا إلى الجزائر للمشاركة في بطولة هي أساسا بطولة للأفارقة لا دخل فيها لأي قرارات سياسية كيف ما بغى يكون نوعها. فأنا أتصور على أنه الجامعة انتظرت بشكل مطول، وربما كان توجس أن القرار يجي في آخر لحظة، بمعنى أنه السلطات ديال الجارة الشرقية تنتظر إلى آخر دقيقة في الوقت بدل الضائع وتقول بأنه رخصت لطائرة الخطوط الملكية المغربية بشكل استثنائي أن تخرق الأجواء الجزائرية المحظورة على الطائرات المدنية والعسكرية المغربية أنها تجي لمدينة قسنطينة تقيل المنتخب الوطني للمحليين. لذلك الجامعة فطنات إلى هذا الأمر، بمعنى أنه حتى وإن كانت قد وجهت اللاعبين إلى مغادرة المعسكر المغلق اللي كان عندهم في مركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة بمدينة سلا، رخصت لهم للالتحاق بنواديهم، إلا أنها استشعرت وجدتها إشارة على أن هناك إمكانية للانفراج في هذه الوضعية. كانت هناك إشارات واضحة كتقول هناك إمكانية أن توقع انفراجة، وأن رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الدكتور باتريس موتسيبي ممكن أنه يجي يحمل البشارة في صباح اليوم الجمعة، اليوم اللي هو أيضا يوم انطلاق الرسمي لفعالية النسخة الجديدة ديال بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، واللي هو أيضا تزامن مع سحب قرعة كأس العالم للأندية اللي غتحتضنها بلادنا ما بين الفاتح وال11 من شهر فبراير القادم. فلذلك فطنات الجامعة إلى هذا الأمر وتوجست من أنه ممكن أن القرار يكون قد اتخذ، وأن الترخيص قد يكون جاء من عند سلطات ديال الجارة الشرقية. إلا أنه الاقتراح الأول الذي تم رفضه، لأنه كنا تكلمنا على أن إذا كانت المشاركة مشروطة، فحتى قبول السلطات الجزائرية بدات في واحد المرونة ووضع واحد الشرط، هو أنه ممكن للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها تأخذ طائرة من أي شركة الطيران غير الخطوط الملكية المغربية وتجي بها، بمعنى أن تمشي تأخذ طائرة من أي شركة من الشركات الأخرى وتجي بها إلى الجزائر، فقط أنه لن يسمح لطائرة فيها اللوغو ديال لارام، يعني الخطوط الملكية المغربية، ما يمكنش بأي حال من الأحوال أنها تنزل في مطار قسنطينة وتخترق الأجواء الجزائرية. وانتظارا لهذا القرار الذي يأتي ولا يأتي، الفريق الوطني تواجد بحال اللي قلت لكم منذ الأمس، اللاعبون توافدوا تباعا إلى المركز محمد السادس لكرة القدم، وفي صباح اليوم الجمعة توجهوا إلى مطار الرباط سلا، وكانت هناك طائرة الخطوط الملكية واجدة، يعني موضوعة وجاتمة على أرضية المطار في انتظار القرار. لغاية الأسف يأتي باتريس موتسيبي مصحوبا، رئيس الكونفدرالية الإفريقية، مصحوبا بجياني إنفانتينو، وكي يكونوا الرجلان معا شاهدين
على مهزلة لا أعتقد على أنه ممكن أن نفوتها، مهزلة أنه هناك منتخب وطني للمحليين، لاعبين عمرهم 20 21 22 23 سنة 24 سنة، كيحلموا بأنه يعطيو لدينامية الانتصارات ودينامية الألقاب التي أحرزتها المنتخبات والنوادي الوطنية على المستوى القاري وحتى على المستوى العالمي، أنه كانوا كيحلموا بأنهم هم أيضا يكونوا صانعين لنجاحات جديدة لكرة القدم الوطنية بالجارة الشرقية. ولماذا لا يتحقق لكرة القدم المغربية الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس إفريقيا أو بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، لأن الفوز بها 3 مرات متتالية كان غادي يكون إنجاز مغربي خالص. كانوا هؤلاء الشباب يحلمون بهذا الأمر، ولكن لغاية الأسف اصطدموا بتعنت وعناد وإصرار السلطات ديال الجارة الشرقية بأن هذه الأحلام تجهض في المهد، وأن هؤلاء اللاعبين ما يحصلوش على فرصة للسفر. كاين هناك من يقول أما كان للجامعة على أنها تعمل بما كان تعمل به الأندية، ما كانت تعمل به بعض المنتخبات الوطنية، وهي تسافر إلى تونس، ومن تونس عاد كتستقل الطائرة باش تدخل للأجواء الجزائرية. كان هذا الأمر ممكن، ولكن هذا الأمر أيضا تعمل في مناسبات ماضية. ولكن اليوم مادام هناك بند صريح أجمع فقهاء القانون على أنه كي يحط المغرب ويحط اللجنة المنظمة ويدفع اللجنة المنظمة للشان، ويدفع أيضا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باش تعمل الاستثناء وترفع أمام الحظر مؤقتا أمام الطائرة ديال الخطوط الملكية المغربية لكرة القدم، إعمالا للوائح ونزولا عند أحكام القانون المنظم للبطولة أو للمسابقات. وأيضا هذه الحالات الاستثنائية شاهدناهم في كثير من الدول اللي كانت تشتكي تصدع فيما بينها عندما يتعلق الأمر بتنظيم بطولة عالمية أو قارية، كيصبح الاستثناء هو السائد. أنا ما كنناقش سيادة الدول أبدا. الجزائر تقرر إغلاق الحدود مع المغرب، هذا حقها ما كنناقشوش. الجزائر تقرر بشكل أحادي بعد ما غلقت المعابر الحدودية، قررت أيضا أنها تغلق المجال الجوي. هكذا هو تفكير هذوك الناس، هم أحرار، هذا قرار سيادي. والخطوط الملكية المغربية بحال اللي كنعرفوا دائما لا تعبر منذ ذلك الوقت، لا تعبر الأجواء الجزائرية، كتعمل واحد اللفة وتدوز على أوروبا باش تمشي لدول مقصودة، سواء على مستوى شمال إفريقيا أو على مستوى الخليج العربي أو على مستوى القارة الأسيوية. هذا الأمر المغرب امتثل له، ما كاين حتى شي إشكال، برغم من أنه ما عمرو كان للمغرب قرار مضاد المعاملة بالمثل أبدا. المغرب دائما ما كان يشتغل بسياسة اليد الممدودة، وهذه ما غنقولش هذا قرار سياسي اليد الممدودة، ولكنه قرار من موروثنا، من تاريخنا، من عمقنا الإنساني، من الروابط التي تربطنا بالأشقاء وبالجيران. دائما ما كان المغرب كيعمل سياسة اليد الممدودة، احتراما لتاريخه، احتراما لأعرافه، احتراما لموروثه أيضا. فبالتالي المغرب عمره ما عامل بالمثل، ولو أنه كان يظلم في كثير من الأشياء. فإذا هذه المرة الجامعة كانت مصرة على تطبيق القانون، مصرة على تطبيق اللوائح. إلى ما طبقتش اللوائح، هنا تبقى المسؤولية تتحملها اللجنة المنظمة وتتحملها أيضا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. اليوم إذن الوضع كيف عرفناه أنه
لن تكون هناك مشاركة للمنتخب المغربي، لأنه انتظروا إلى غاية الساعة 12 ما جاش ولا إشارة من السلطات الجزائرية بأن هناك رخصة لتنقل الفريق الوطني عبر طائرة الخطوط الملكية المغربية، الناقل الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. هنا أشعر اللاعبون بمغادرة المطار في حالة نفسية مقهورة جدا. يعني خصنا نتفهموا الوضعية ديال هؤلاء اللاعبين، على أنه ولا الطاقم التقني ديالهم ولا كل المكونات، أنه حالة من القهر النفسي، لأنه كانت هناك أحلام، كانت هناك آمال معقودة على هذه البطولة، المشاركة في هذه البطولة، ولكن ما كاين بس. إذا كانت الجارة الشرقية لا تتنازل باسم السيادة وتخرق النظم واللوائح على مستوى تنظيم المسابقات الإفريقية، فأيضا المغرب ما يمكنلوش يتنازل على حق هو مشروع بالنسبة ليه. إذن أولا هذا الأمر غادي يوضعنا أمام مسلكين اثنين، لأن خصنا نتوقعوا شنو هي التبعات اللي غتجي من بعد هذا القرار. يعني ال 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 الإعلام اللي كي يجمل واللي كي يدعي واللي كي يساند القرار ديال الجارة الشرقية يقول على أن الكونفدرالية الإفريقية في طريقها لإنزال عقوبات كبيرة على المغرب، لأنه قاطع بطولة إفريقيا اللاعبين المحليين حتى لآخر لحظة، وبالتالي خلى المجموعة الثالثة وكأنها مجموعة عرجاء فيها فقط منتخبات مدغشقر، غانا والسودان. والحقيقة أن المغرب والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تحديدا تدرك جيدا على أنها تقف على أرض قانونية صلبة، تدرك جيدا على أن من أخطأ في تطبيق اللوائح وفي الالتزام بالمواثيق وفي التقيد بأحكام المسابقات ونظام المسابقات ودفاتر التحملات هي اللجنة المنظمة لهذه البطولة، واللي لغاية الأسف ما استطاعتش، على غير الكثير من الأشياء اللي كنشاهدوها، ما استطاعتش أنها تعمل أو تفصل ما بين الرياضة والسياسة، وتخلي أن المستنقعات السياسية اللي كتحاول الجارة الشرقية دائما أنها تنصبها في طريقها مع المغرب، أن المستنقعات السياسية تحكمت لغاية الأسف في الأمر، وخلات على أن الرياضة تصاب بوهن السياسة، تصاب بمرض سياسوي، تصاب بجلطة بسبب التدخلات وأيضا التدخلات والتجاذبات السياسية. وأنا موقن يقين كامل من أن لو الأمر تعلق بالمغرب كانت غتكون هناك معاملة مختلفة تماما. أنا متأكد لو أنه تعرضت على الجامعة حالة مثل هذه لكان الأمر مختلف تماما، بدليل أن المنتخب الجزائري جاء إلى المغرب، لعب مباريات ديالو في إطار تصفيات كأس العالم تذكرونها جيدا، لعب مع منتخب مالي بمدينة مراكش، حظي بحفاوة استقبال ولا في الأحلام. ولكن هذيك الحفاوة الاستقبال ما كانش فقط لأننا على خصام مع السلطات الجزائرية، ولكنها كانت حفاوة استقبال يعني من قيم وشيم ونخوة المغاربة، لأن المغاربة عمرهم ما تحسب عليهم أنهم يقللون من شأن الشقيق، من شأن الجار، باش يرفعوا من شأن بلد آخر، لأنه المغرب دائما كان يحترم مواثيقه، كان يحترم أيضا شروط ديال الجوار وأدبيات الجوار وأخلاقيات الجوار. إذن هذا الذي وقع اليوم غادي يلزم الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باش تكون حاسمة في تقرير مصير بطولات قادمة، لأنه اليوم الجزائر
آه، تتنافس مع المغرب ودول أخرى في تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 بعد ما تم سحب تنظيم هذه البطولة من غينيا. فإذا كيف ستتعامل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم مع هذا الذي حدث على مستوى بطولة إفريقيا للاعبين المحليين؟ هذه السابقة التي تسجل، هذا الهتك الواضح لمواثيقها ولنظام مسابقاتها. ثم أيضا لا ننسى على أن الجزائر ستنظم عن قريب نهائيات كأس إفريقيا للأمم لمنتخبات أقل من 17 سنة، وهي النهائيات التي تأهل لها أشبال المغرب، منتخب المغربي لأقل من 17 سنة، وهي مسابقة مؤهلة بطبيعة الحال لكأس العالم. هنا غادي يكون لزمن أن الجامعة لو وجدت في لوائح تنظيم هذه البطولة بند كالذي هو موجود في لوائح تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، مؤكد على أنها تلتزم بنفس القرار. لو لم تحصل على ترخيص من السلطات ديال الجارة الشرقية لكي يسافر المنتخب المغربي على متن الخطوط الملكية المغربية، ما غادي يسافرش. فإذا اليوم كيتوضع هذا الملف ثقيل جدا على أنظار المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، ويجب أن تأخذ فيه قرار حاسم. إذا كانت الكونفدرالية من الآن فصاعدا غتعهد بتنظيم بطولة قارية إلى بلد ما كيحترمش القواعد وما كيحترمش اللوائح المنظمة للبطولات القارية، فيجب أن يعيد النظر في هذا الأمر هذا. ما عندي شخصيا ولا تحمل لأي جهة، ولكن الآن الكونفدرالية الإفريقية موضوعة في المحك، وهنا فين غادي نختبروا قدرتها على صناعة القرارات الصارمة والجازمة. لا ننسى ذات مرة أن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم عاقبتنا بعدم المشاركة وسحبت منا تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2015، وحرمتنا من المشاركة، وصدرت في حقنا قرارات عقابية أن سحبتنا من 2 ديال الدورات متتالية وفرضت عنا غرامة مالية بغير وجه حق. وقد استأنسنا في ذلك بقوة قاهرة، هي كتذكروا وباء إيبولا اللي كان ضرب في ذلك الوقت القارة الإفريقية. وجدت هذه العقوبات الثقيلة وحقا عكرت المزاج ديالنا. كيف أننا نحتمي بقوة قاهرة؟ كيف أن الكونفدرالية الإفريقية اللي خصها هي تكون أمينة على تطبيق القانون لا تطبق القانون؟ وبالتالي رفعنا القضية إلى المحكمة الرياضية الدولية اللي أسقطت بعد ذلك كل هذه العقوبات، لا الرياضية ولا المالية، وقالت بأن المغرب كان له الحق، كل الحق في المطالبة. المغرب ما انسحبش من تنظيم البطولة، ولكن طالب بتأجيلها بوجود قوة قاهرة، لأنه يضع الإنسان في مقام أول، يضع صحة اللاعبين في المقام الأول. وبالتالي كنظن من هذاك الوقت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم خدت الدرس. واليوم إذا كان هناك من قرارات حاسمة وصارمة هي اللي خصها اليوم تتخذ على مستوى المجلس التنفيذي أو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية، لأن هذا الأمر أنا في اعتقادي غادي يولي يشكل سابقة. صحيح أن المشرع وقتها ما كانش كيتوقع أن بلد يحكم يغلق الأجواء الجوية ديالو أمام بلد جار، ما كانش كيتوقعها تماما المشرع، وإلا لا نص عليها. عندما هو طالب فقط بأنه اللجنة المنظمة أو البلد المنظم لأي بطولة قارية يجب أن يسمح للطائرات اللي كتقل المنتخبات المشاركة بأن تحط بمطار المدينة اللي غتنظم البطولة، أو على أكثر تقدير 200 كيلومتر
على بعد ملعب المدينه اللي غتقام فيها، اللي غيتقام في ملعب تلك المباراه. اذا الكونفدراليه الافريقيه في اعتقادي موضوعه امام المحك، ولا بد ان تصدر في هذا الامر قرار حاسم. انا اقول قرار حاسم لا يستوجب اي تاجيل، لانه غتكون عنده تداعيات على المستقبل، تداعيات على مستقبل المشاركات المغربيه في بطولات تنظمها الجارة الشرقية، وقيدا قد يشكل الأمر سوابق تلجأ إليها بعض الدول لتعكير صفو الرياضة بالخلافات السياسية. عندما يتعلق الأمر بمنافسة رياضية مجمعة قارية، فلا بد من وضع الأشياء في نصابها، ولا بد من أنه أي بلد كيستضيف بطولة قارية كيف ما بغى يكون نوعها، أنه يكون على استعداد لأن يقدم ماشي التنازلات ولكن الاستثناءات اللي كتكسر قاعدة القرارات التي يقال في أحايين كثيرة على أنها قرارات سيادية. إذن هذا هو الموضوع. ننتظر من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم القرار اللي غتاخده. بطبيعة الحال قرار غادي يكون حاسم، لأنه بحال اللي قلت أول شيء أنه غادي ينعكس على مستقبل المشاركات المغربية في بطولات تقام على أرض الجارة الشرقية، وكون أنه ما حدث ممكن أن يمثل سابقة، والسابقة إلا ما كانش الحسم فيها كنعتقد على أن الكل سيطالب بها، وغادي تفتح الباب على مصراعيه أمام أشكال أخرى للتدخل البديء للسياسة في أمور الرياضة. إذن هذا هو مختصر الكلام. كنا نتمنى على أن منتخبنا المحلي يتواجد في بطولة هو بطلها في نسختين متتاليتين. كنا نتمنى أن هؤلاء الشباب اللي هما في عمر الزهور أنه تتاح لهم الإمكانية للدفاع عن أحلامهم أو أملهم، ولكن لغاية الأسف الأمال تحولت إلى ألم. أيضا كان اليوم الجمعة مناسبة لسحب قرعة نهائيات كأس العالم للأندية، اللي تذكرون أن الفيفا قررت إسنادها للمغرب، وستقام ما بين الفاتح و11 من فبراير القادم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط والملعب الكبير بطنجة. والملعبان معا خضع لإصلاحات ولتحيينات. ملعب طنجة خضع لتوسعة جميلة جدا، وأصبح اليوم من أكثر الملاعب على مستوى السعة ديال الجماهير. وأيضا مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط اللي خضع مجددا إلى تحيينات وتحديثات على مستوى المرافق وعلى مستوى الطرق التي تؤدي إليه من كل المعابر ديال مدينة الرباط. إذن تم سحب القرعة اليوم بحضور السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأيضا الدكتور باتريس موتسيبي رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وكان إسناد تنظيم هذه الدورة للمغرب إشارة قوية على الثقة التي لطالما تحدث عنها جياني إنفانتينو في أن المغرب قادر على استضافة كبريات الأحداث الرياضية العالمية. هو أيضا استمرار للإعجاب الذي أبداه المسؤول الأول على الاتحاد الدولي لكرة القدم بالسياسة الرياضية اللي ماشي فيها المغرب، اللي ماشي فقط كتظهر ثمارها ونتائجها على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، ولكن كتظهر أيضا في البنى التحتية الجميلة جدا اللي أصبحت المملكة كتوفر عليها ولله الحمد، بعد ما أعطيت الانطلاقة لبناء ملاعب جديدة لتحديث ملاعب قديمة. أصبح الآن المغرب يتوفر ولله الحمد على ترسانة من الملاعب ذات الجودة العالية بمواصفات مونديالية نقولها ولا نخجل، لأنه العالم كله شاهد على هذه الملاعب، وهي تحتضن مختلف المنافسات سواء الدولية أو القارية. فإذا
تم سحب القرعه. وكيف كنعرفوا جميع على ان كره القدم الوطنيه غتكون ممثله بنادي الوداد الرياضي. مؤسف ان اللوائح ديال البطوله تكون كتنص على مشاركه وصيف بطل افريقيا وليس وصيف بطل البلد المنظم، لان الوداد وكلنا يعرف ذلك جمعت ما بين لقب البطولة الوطنية الاحترافية ولقب أيضا عصبة الأبطال الإفريقية، وبالتالي ذهب الاختيار إلى نادي الأهلي المصري، واللي هو غادي يكون بتوبي الفريق ديال البلد المنظم للبطولة. هذا استثناء غريب جدا، ولكن هي أحكام وقرارات ديال الفيفا. فالأهلي المصري باعتباره وصيف لبطل إفريقيا سيبدأ تقريبا من الدور التمهيدي، عندما سيلاقي النادي الذي يحضر دائما يعني بشكل متواتر في كؤوس العالم للأندية، نادي أوكلاند سيتي. المباراة غدا تجرى هي اللي غتكون افتتاحية للبطولة يوم الفاتح من فبراير. الوداد الرياضي غيدخل للمنافسة يوم السبت إن شاء الله 4 فبراير، حيث سيقابل في مباراة قوية جدا، مباراة مثيرة، نادي الهلال السعودي بطل آسيا. مباراة غتجرى بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، والأمل معقود على نادي الوداد باش يمشي إلى أبعد مدى. وباش يمشي الى ابعد مدى خصو اولا يتخطى هذه المباراه. اذا ما نجح في تخطي الهلال السعودي فانه سيلاقي يوم الثلاثاء 7 فبراير ان شاء الله بمركب بالملعب الكبير لطنجه، غادي يلاقي ان شاء الله نادي فلامينغو البرازيلي. ولو نجح في الفوز على فلامينغو البرازيلي غادي يتوجه مباشره الى المباراه النهائيه اللي غتنظم او اللي غتقام او اللي غتلعب في مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط. على الجانب الاخر باش نكونوا ايضا مكملين للصوره، الفائز في مباراة أوكلاند سيتي والأهلي المصري غادي يقابل يوم الأربعاء نادي سياتل ساوندرز الأمريكي، والفائز في هذه المباراة هذه هو اللي غادي يلاقي في المباراة نصف النهاية نادي ريال مدريد يوم الأربعاء 8 فبراير. فإذا هذه هي المواعيد المرتقبة. إن شاء الله الأمل كبير جدا في أنه الأندية المغربية أو نادي الوداد الرياضي ينجح في عبور هذا الحواجز القوية جدا، ملاقاة نادي بحال الهلال السعودي بالنجوم الكبار اللي تيتواجدوا في صفوفه، سواء اللاعبين اللي كيشكلوا القوام ديال المنتخب السعودي او ايضا اللاعبين الاجانب من مستوى عالي جدا اللي كيتعاقد معهم نادي الهلال السعودي. وبعد ذلك اذا ما نجح في عبورهم غادي يلاقي واحد من ممثلي كرة القدم اللاتينية، واحد من ارقى وارفع الاندية في البرازيل، نادي فلامينغو اللي كيشكل مع نادي سانتوس واحد من كبار الأندية البرازيلية. نادي الوداد غادي يكون كيف كنعرفوا جميع في تجربة ثانية على مستوى كأس العالم للأندية. التجربة الأولى لم تكن موفقة، نذكرها جميعا، يوم ما توج الوداد بعصبة الأبطال الإفريقي سنة 2017 مشى يشارك في كأس العالم للأندية التي أقيمت وقتها بالإمارات العربية المتحدة، وكان قد واجه في الدور ربع النهائي نادي باتشوكا المكسيكي وانهزم امامه بهدف ل0. وفي مباراه تحديد المركز الخامس كيواجه نادي الوداد نادي اروا الياباني وانهزم امامه ب3-2. الفريق اللي كان يشرف عليه وقت ذاك المدرب الحسين عموته. اذا حظ سعيد لنادي الوداد الرياضي في مشاركته الثانيه في منافسات كأس العالم الأندية، وإن شاء الله كلنا نتطلع إلى مشاركة أفضل بكثير لنادي الوداد. لماذا لا ينسج على منوال نادي الرجاء
اللي ظل خالد في ذاكرة هذه البطولة، ظل أيضا خالد في ذاكرة الجماهير العربية والإفريقية، كيف لا، وقد وصل خلال مشاركته ممثلا للمغرب في دورة 2013، وصل إلى المباراة النهائية اللي كان خاضها أمام نادي بايرن ميونخ الألماني، وانهزم خلالها بهدفين للا شيء. وكان آنذاك مدرب المنتخب عفوا مدرب نادي بايرن ميونخ الألماني هو المدرب الإسباني بيب غوارديولا، فيما كان يقود نادي الرجاء الرياضي وقتها المدرب التونسي فوزي البنزرتي. وكأن حسن طالع مع المدربين من شقيقة تونس هما اللي كيحظوا بشرف الحضور مع النوادي المغربية، خاصة مع الغريمين التقليديين في كأس العالم للأندية بعد فوز البنزرتي اللي قاد الرجاء سنة 2013 للاعبي المباراة النهائية لكأس العالم للأندية. ها هو المهدي النفطي المدرب التونسي الشاب كيسعى أيضا ليفعل الشيء نفسه مع نادي الوداد الرياضي. حظ سعيد إذن للفرسان الحمر، إلى أن ألتقيكم في فرصة قادمة إن شاء الله مع مستجدات الساحة الرياضية الوطنية. أحييكم، أتمنى لكم قضاء أمتع الأوقات، تبقوا على خير وإلى اللقاء.